السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء ابو بكر من مطبخ زمزم وبلال. النهارده كده ان شاء الله هنبدا معاكم اليوم كده من اوله. هي دي ايه؟ ده كان اول يوم كده بدات في حاجه منهم، يعني في ده في الاول، وبعد كده مقتطفات بقى ايه من اليوم، فاهميني؟ يعني حاجات عملتها في اليوم ده لان كان في اكل عندي، فقلت ايه، في حاجات كده ايه هظبطها. يعني نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بقول لكم العيش ده انا بحب اكله كده حاف، بحب اغمزه يعني. المهم دخلت بقى على المطبخ، كانوا الولاد عايزين يفطروا طعميه، فكان عندي فول نقعام امبارح وعندي خضره. المهم انا عملت معاكم يعني الطعميه قبل كده كذا مره على القناه، ف يعني عملتها على طول بقى، وقلت ايه اوريها لكم كده، وعبيتها في اكياس. انا كل ما بتخلص يعني بعبيها، بجيبها واعملها واحطها في التلاجة على قد ايه، على قد المره اللي انا هقلي فيها، يعني على قدنا انا والولاد. فبحطها الكيس مثلا ده بيعمل معايا مثلا مرتين انا وهما. بعملها واحطها في الفريزر، اما تخلص برضو بجيب واعملها. صراحه احسن من بتاع بره، ويعني اضمن صراحه عشان الزيت وكده، عشان كمان الواحد لما باكل بتاع بره، وبناكل ساعات يعني، بس مش على طول. يعني ما بيكونش عندي ساعات بجيب الصراحه، مش بقول لكم ان انا لا، بس انا على طول عندي العجينه بعملها. احب اللي انا اعملها في البيت يعني، تبقى افضل واحسن. وكمان كان عندي كمان ورق عنب كمان، كنت ايه جايباه. فقلت بقى عشان ايه عملنا منه وفرزنت منه شويه. تمام. فجبت بقى ايه المره دي، انا بحب يعني، أنا كل مره كنت بفك خالص من العيدان من الربطه بتاعته. فالمهم بقى قلت المره دي اعمله بالربطه بتاعته، لان بيكرمش كده. فقلت المره دي اجربه كده. المهم غسلته كويس تحت الحنفيه زي ما انتم شايفين كده، بقيت ايه اغطسه كويس. اغطسه كويس كده في الميه وادعكه، عشان لو في تراب، طبعا في تراب مليان تراب. وغسلته وقلت بقى المره دي ايه هجربه كده ايه، اعمله هو معموله. كانت فكره حلوه الصراحه، لان لما بتفكيه معرفش يعني انتوا بتلاحظوا كده كله بيتكعبل في بعضه وبيتكرمش كده، مبقاش حلو يعني. فالفكره دي حلوه، كمان قصقصته كمان بالمقص، اسهل يعني. بس المهم ايه، رحت بقى ايه عملت كل الكميه. بس انت بمجرد بس تحطيه كده بس في الميه السخنه، وتطلعيه على طول، عشان لو هتشيليه في الفريزر ما يتهريش يعني. بس عملت بقى كل الكميه اللي كنت جايباها ديت، وقعدت بقى ايه مع نفسي. هو الصراحه المقص كويس وسريع، بس ايه معرفش، حاسه ان انا ايديا بتبقى اسرع، يعني الايد بتبقى اسرع. بس انت تمسكي الرابطه كده كلها بقى اسهل، بتبقى حلوه عما انت تفكيه خالص. بتقعدي تفردي بقى ورقه ورقه، الموضوع بيبقى مرهق شويه. بتقعدي بقى تقصقصي كده بالمقص، بيبقى سهل خالص. وبعدين طبعا بتشيلي شويه، معاه بتشيلي برده شويه عروش، عشان انا لما باجي اسويه بحط شويه من تحت يعني. او ممكن بقى احط بصل طماطم اي حاجه يعني. بس كده زي ما انتوا شايفين. ما خليتوش في الميه كتير، هو مجرد بس ما تغطسيه كده خلاص بيستوي يعني. بس زي ما قلت لكم بقى، هنا كنت ايه بعمله بالمقص، وكانت سهله خالص بالمقص صراحه، سهل عليا، لان سهل، هو اصلا سهل تنظيفه، سهل يعني ان انت تشيلي العروش بتاعته دي سهله جدا. بس هنا عشان انا ماسكه التليفون بايده وبوريكم، فبس كنت بوريكم بقى، قعدت ارص الورقه الصغيره لوحدها والورقه الكبيره لوحدها. بس واللي عملته بقى عملته وشلت بقى الباقي في الفريزر، اما احب اعمل اطلعه واعمله. بس دي يعني دي حاجه من اللي انا عملتها في اليوم. وبعد كده بقى لميت عزكم الله الكوتشيب بتاعت الولاد، والكوتشيب بتاعت الولاد كلها غسلتها، علشان يعني انا ما بحبهاش يخرجوا بيها مش نضيفه يعني. تمام. بس فاللهم صل على سيدنا محمد. غسلتها بقى كلها كده عشان تبقى نضيفه لما يجوا يخرجوا يعني. ما بحبهاش يعني صراحه متبهدله يعني، مش بحبها متبهدله. فمسكتهم بقى نقعتهم الاول، بس هي اللقطه يعني الجزء اللي انا كنت نقعاه ودعكتهم الاول بالكلوركس الالوان وكده ما جاتش. فهنا كنت برضو ايه بشطفهم، عشان اشطفهم لازم برضو ادعكهم من الاريال اللي موجود فيهم والكلور. احسن حاجه كلوركس والاريال، تحط لهم شويه اريال وكلوركس كده. بس الحاجه تبقى يعني كوتشات تبقى نظيفه، لما تيجوا تخرجوا بقى تبقى تلاقي الحاجه نظيفه كده معاكي، والعيل لابسه الحاجه نظيفه يعني، متبقاش متبهدله. بس كل بقى الكوتشات اللي كانت مركونه في سوري يعني، يا ربنا يعزكم، في الجزمه طلعتها نضفتها وشلتها نظيفه. دي شتوي برضو كانت مركونه، قلت لا اشيلها نظيفه برضو، اغسلها واشيلها نظيفه كده عشان تبقى نظيفه يعني. وبس. ودي كان الشطف يعني، دي كانت تاني مره وتالت مره. انتوا عارفين طبعا، علشان انا ببقى مكتره كلوركس وكده، فالكلوركس ده بيعمل رغاوي كتيره جدا. فبس بقى فايه، فقلت اغسلهم بقى زي ما انتوا شايفين كده. دي كانت حاجات انا عملتها في يومي يعني. حاجات كده عملتها غير بقى روتين التنظيف والطبيخ والكلام ده. قلت باكل اشارككم معايا عشان تتشجعوا. انا بقى قلت اشطفهم كمان مره تانية، عشان انتوا عارفين الكلور ده لازم يتغسل كويس جدا. هم طبعا بيلبسوا شرابات، بس برضو لازم يتغسل كويس، لازم تغسلوا الحاجه كويس جدا من الكلور. الكلوركس ده مش
انتوا عارفين طبعا بقى كيميائيه وكده، فلازم تشطفي الحاجه كويس جدا مره واتنين وتلاته. بس غسلتهم بقى كلهم كده اهوت، لازم تشطفوهم كويس. لو وصلتوا بقى لحد هنا يا بنات يا ريت ما تنسوش اللايك، ربنا يبارك لكم. انا مش بزن عليكم عشان حاجه والله، يعني فضلا منكم مش لازم امر، بس انا ساعات لما بخش اتفرج على فيديو ممكن اتفرج وانسى احط اللايك، مش بيبقى غصب عني مثلا اتفرج على الفيديو يشدني مثلا وانسى احط اللايك، فانا بفكركم كده بس ايه في النص ان انتوا تحطوا لي اللايك عشان نفسي القناه تكبر. ربنا يبارك لكم ويعزكم يا رب ان شاء الله، ويفرحكم باولادكم. فبس يعني ايه يا ريت بس تقفوا معايا لغايه ما القناه تكبر، ربنا يعزكم. والله اللايك بتاعكم اي تعليق بتكتبوه لي بيشجعني، يعني انا ببقى موضوع ان مفيش تفاعل في القناه ده بيعمل لي كده احباط خالص، وبيخليني ان انا مش عايزه اصور، فاهميني؟ وان ابقى اصور الفيديو وما بلاقيش فيه والله يعني اقبال ولا كده، فبزعل. بس فان شاء الله باذن الله ربنا ييسر الحال باذن الله، ان شاء الله باذن الله عندي يعني يقين بالله ان شاء الله القناه تكبر باذن الله، ونبقى عيله حلوه كده مع بعضينا ان شاء الله. وبس متنسوش اللايك بقى لو وصلتوا لحد هنا. تمام، هنا كان الكوتشات بقت زي الفل الحمد لله. كنت جايبه كمان خضار كنت نقعاه، خلصت دوت، وبعد كده رحت دخلت بقى غسلته وشيلته. انا بحب اغسله واشيله ليه؟ عشان عندي ولاد ساعات ايه يحبوا ايه يعني يسحبوا طماطمايه يسحبوا خيارايه، فممكن انا ماخدش بالي فالحاجه تكون مغسوله الصراحه، يعني بقى بضمن ان انا احب اشيلها مغسوله. وطبعا احنا بناكلها في الفطار وفي العشاء، فالحاجات دي ما بتقعدش، الطماطم والخيار يعني ما بتقعدش. بس وكان بقى ده كان اخر اليوم، عملت لهم بقى ايه بسيسه تغيير. انا على طول بعمل لهم كيكه بس هما ما حبوش الكيكه البسيسه قوي، انا بحبها. كانت البسيسه مقدارها زي الكيكه بالظبط، بس انا بحط 2 دقيق ذره وواحده دقيق عادي. في ناس بتعملها ب3 كوبايات دي اللي هو الذره، بس هي بتشرق شويه، فبحط معاها كوبايه واحده بس دقيق ايه عادي يعني. والدتي الله يرحمها كانت بتعملها كده، كنت دايما اعملها لها كده يعني. بس فعملتها، بس انا بحبها جدا صراحه البسيسه، بس الولاد عندي عشان هي بتشرق شويه كده ما حبوهاش، بس كان طعمها جميل جدا. هي طبعا زي الكيكه بالظبط، انا بس بحطش بيض كتير زي ما انتوا عارفين، انا بحط بيضايه واحده بس. وكانت المقادير برضو هي زي الكيكه برضو، تحط كوبايه لبن كوبايه سكر. وطبعا البسيسه بتتعمل بالزيت مش بتتعمل بالسمنه، انت عايز تعمليها بالسمنه او الزبده براحتك، بس هي البسيسه بتتعمل بالزيت يعني. عملتها والحمد لله بفضل الله دخلتها، وبصوا ما شاء الله اللهم بارك كانت جميله وحلوه ازاي. فيعني بتبقى جميله جدا مع الشاي، تاكليها كده كانت حلوه جدا. ده كان الفيديو بتاعي، متنسوش اللايك، ربنا يبارك لكم ويعزكم، ويا رب يفرحكم باولادكم، وان شاء الله تكونوا قضيتوا عيد سعيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.